لو سألتك أو سألتك مين اللي مسيطر على بورصة وول ستريت، أكبر بورصة في العالم، هل الإجابة تبقى سهلة ولا صعبة؟ طيب خلينا نمسكها واحدة واحدة. البورصة فيها مؤشرات، من ضمن المؤشرات دي أو الانديسز دي اندكس اسمه S&P 500 ستاندرد اند بورز 500، ده بيقيس أداء أكبر 500 شركة موجودين في البورصة. حلو، يبقى تهاتوا لنا، يبقى المؤشر ده هو اللي مسيطر، هو اللي بيتحكم في اداء البورصه. اقول لك ما تستعجلش، لان جوه ال 500 شركه دول في 5 شركات تقريبا بيمثلوا 30% من التوتال بتاع الاندكس ده. طيب ال5 شركات طبعا اللي هم ال5 الكبار، البيج 5، ال5 المعروفين، انفيديا ومايكروسوفت وابل وجوجل اللي هي الفابت وامازون. خلاص انتهيتوا لنا، يبقى البيج 5 دول هم اللي بيتحكموا يمين يمين شمال شمال. اقول لك برضه ما تستعجلش، عشان في 3 شركات اللي هم بيديروا اصول assets under management AUM. ال3 شركات دول هم بلاك روك وفانجارد وستيت ستريت، بيتحكموا في 20% من اسهم ال5 شركات دول. خلاص يبقى انت عندك 500، في فوق منهم 5، فوق منهم 3. عرفت بقى ان اجابه السؤال ده صعبه جدا.